كوكو، يا نهاركم زين فلو ياسمين، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير وصحة جيدة. عالصباح اليوم باش نبدا معاكم ان شاء الله نهار جديد. غبت عليكم فترة الأسباب هكا وشوية ظروف، أما باش نرجع معاكم إن شاء الله بشوية بشوية، وكما طلبتوا مني هكا باش نرجع مع بعضنا إن شاء الله للروتينات، ونوريكم هكا نهاري كيفاش يتعدى، يعني مقتطفات كما نقولوا نحنا من نهاري. بالنسبة لنهار اليوم، الصغار في المدرسة يعطيهم نهار في الجمعة يعني يأكلوا كل حاجات صحية، ممنوع يهزوا بسكويت وممنوع يهزوا جو يعني المعلب هذاك اللي تشري حاضر، يهزوا ديما حاجات هكا صحية. فإني النهار هذا نختار ديما نعمل لهم فيه سلطة. هذاك علاش الصباح كي قمت أول حاجة مشيت نحضر لهم في السلطة، منحبش نحضرها من الليل بالطبيعة، نحب ديما نحضرها لهم هكا صباح باش تبقى لهم فرشكة. دونك لهنا حضرت شوية كومكومبر، شوية طماطم، شوية خس هكا مقطعته وحطته في الحكة، وباش نحط لهم حاسيلو من كل حاجة شوية، ونعرف معناها كل حد شنو يحب. اللي يحب الميس نحط له، اللي يحب التن نحط له، اللي يحب الطماطم نحط له، واللي ما يحبش بالطبيعة ما نحطلوش. لهنا باش نحط لهم كل واحد شنو يحب بالضبط في الحكة متاعه. وبالنسبة ليوسف الصغير بالكل اللي في الروضة، هذوكم يعني نورمال يهزوا بسكويت عادي، ما يهزوش حاجة أخرى معناها من حقهم أنهم يهزوا البسكويت. أما هو كان أعطيه شوية كومكومبر، شوية سفناريا يهزهم معاه، وبطبيعة شوية غلة. بالنسبة زيدا لمحمد ولدي ما يحبش السلطة كيما هكا، يحب يهزها كما نقولوا طماطم وحدها في حكة، ويهز الكومكومبر وحده في حكة، ونقطع له معاه التفاح. دونك يهز بالطريقة هذه، كل حد معناها هكا نعمل له كما يحب هو معناها. بالنسبة لأولادي 3 الكبار هكا نعمل لهم سلطة، حطيت لهم معاها طابع فروماج، حطيته بالطريقة هذه، وباش نحط لهم كل واحد اشترى مغرفة مايونيز فوق السلطة هكا باش يعديوا بها، وكعيب عظم زادة مسلوقة جوست هكا باش نقطعها لهم أحجام هكا تكون متوسطة باش ينجموا يعديوا بها معناها السلطة، ونحطها لهم هكا من الفوق. كما تشوفوا لهنا كملتهم، حطيت لهم معاهم كل واحد بطبيعة فرشيطة باش ياكل بيها، وباش نسكر لهم الحكايات متاعهم ونحطهم على جنب. في الوقت هذا كانوا صغار ديجا قاموا وغسلوا وحضروا رواحهم وقاعدين على الطاولة يفطروا، خاطر نقوم يعني قبلهم بشوية نحضر لهم الطاولة متاع فطور صباح. الحقيقة هما زيدا يعاونوا في فطور صباح، عملت لهم كل نهار واحد يحط لي كوفير معناها على الطاولة وكل شيء هكا، نتعاونوا الناس الكل، كل واحد يعمل حاجة. لهنا باش نقطع شوية تفاح لمحمد ويوسف نقطع لهم. بالنسبة للكبار كان يحبوا يهزوا هكا، يهزوا كعبة تفاح كاملة ولا كعبة بنان كاملة، كان يحبوا يزيدوا معناها يهزوا غلة. هما بالطبيعة معناها تبارك الله معناها يتسميوا كبروا 10 سنين و8 سنين، يعني يعرفوا روحهم شنو يحبوا يهزوا هكا، كل واحد يهز شنو هو يحب وشنو يعرف روحه باش ياكل معناها. يعني لهنا يجوز الأكثرية في الحاجة كما هكا نتلهب محمد ويوسف الأكثر هكا نحضر لهم حاجات. دونك حضرت لهنا التفاح لمحمد ويوسف، والبقية الحقيقة حطيت لهم اشترت كعبة تفاح مع بعضهم الزوز، واشتر اللي بقالي غلفته وحطيته في الفريجيدير، وكملت فطرتهم وركحتهم وحضرتهم وخرجوا للمكتب. ولهنا قاعدة نوصل في محمد ويوسف. بالنسبة للكبار يمشوا على البساكل، ماهوش بعيد عليا المكتب، اني قريب معناها المكتب مش بعيد برشا، هيك علاش خليهم يمشوا على البساكل. جست لهنا حبيت نصور لكم كما شفتوا العلم تاع تركيا عنا لهنا في الحومة. نسكن في حومة فيها برشا أتراك. في الحومة أي عائلة تبدأ عندها عرس قبل بفترة يعلقوا علم تركيا في الحيط هكاكا كيما شفتوه، معناها يعلقوا العلم هذاك دليل على أنه العائلة هذيك معناها عندهم عرس على قريب. عادة من العادات الأتراك، عادة حلوة زادة ما يعني تبين هكا في الغربة. وصلت هكا محمد ويوسف حاسيلو للمكتب، كما تشوفوا الطقس عنا كان سافابا هكا مطر شوية كل،
قلت علاش لا خا نتعدى هكا في ساعه، هو مش بعيد زاد الكارفور يعني جيبي عنا، مش بعيد برشا حاسيلو على الدار وعلى المكتب. قلت خا نتعدى نعمل طلع ونقضي هكا حويجات خفيفه. قعدت نعم في دورة لهنا نشوف في الحاجات معناها شنو فما شي حاجة جديدة لهنا. كما تشوفوا هذا الركن اللي خاص بالحلويات، فما لي زاغوم هذوما حبيت ننصحكم بيهم، حلال معناها ما فيهمش حتى شيء. ماركة زيدا باهية على الاخر وريحتهم ياسر بنينة. هذوما المارك متاع كارفور. البنات اللي سألتوني المرة الاخرى على الكولورون اللي خذيته عملت به كعابر اللوز، راني خذيته زيدا من هنا هاكي كيما تشوفوا فيه. الكولورون اللي تشوفوا فيه احمر وازرق واصفر. لهنا لي بودغ متاع اللوز، المايس، حاسيلو برشا حاجات، الانواع متاع الصوص، لي كريم باتيسيير. في الجهه الاخرى زاده لهنايا فما التوابل، برشا انواع متاع توابل كما تشوفوا لهنا ذيك النجمه، الرند، زعتر، برشا حاسيلو انواع هكا متاع توابل تلقاوهم في كارفور ولا في الركن الصغير من كارفور اللي هو جي بي. فما زاده الفانيليا الورقة هذيك الكبيرة، أنواع لي صوص هكا، صوص دي باربيكيو، مايونيز، كاتشب، الصوص نتاع سلطة، برشا حاسيلو أنواع وأشكال. حاسيلو جيت لهنايا جوست لي صوص هذوكم حبيت نقولكم هكا ديما أقراو عليهم أنكا معناها تبدأ فيهم الكول ولا تبدأ فيهم حاجة، ديما ثبتوا وقراو. وجيت لهنا للكوام تاع المنظفات، جوست لهنا حبيت باش قعدت لوج باش ناخذ الملح متاع لاف فيسيل. دونك ننصحكم ديما البنات تفقدوا الملح متاع لاف فيسيل، وديما معناها زيدوها الملح متاعها، ما تخليوهاش ناقصه ملح. راهو الماكينه متاع الماعون وقت اللي ينقص الملح متاعها تنجم ما عادش تنظف لكم، معناها تولي تخلي لكم بقايع وتخلي لكم وسخ معناها في وسط الماكينه. حسيلو بقيت لهنايا اللوج فما برشا برودويات بتبيع معروفه كفي كارفور، برشا انواع متاع دي برودوي وكل شيء. ولقيت الملح متاع الماشين لقيته في البارتي هذه هكا من اللوطه وين موجود لي طابلات وكل شيء. فوالا هذايا هو خذيته فيه باكو حاسيلو فيه 4 باكوات، دونك مع بعضهم الكل يطلعوا كيلو. السوم نتاعو الحقيقه مناسب، دونك هزيته. هذا هو شنو كنت بريسك مستحقه النهار هذايا، مع عملت قضيات جوست هكا بسيطه وكل شيء. دونك مش نشارك معكم شنو شريت، خاطر حاجات بسيطه وعاديه معناها للدار، وان بليس باش ما نطولش عليكم زاده الفيديو برشا. لهنا انواع لي طابلات نتاع لافيسيل زاده. وباش نرجع نحضر لياقيني فطوري، دونك خذيت عظمتين لهنايا مسلوقين مع طبع فروماج وشويه توست. نحب هكا حاجه خفيفه الصباح باش نرجع نكمل الميناج نتاعي. عملت ترونش ميناج اللي عندي، لي تاش الكول كي كملتهم وعملت كل شيء. حبيت لهنا جوست نشارك معاكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل، حبيت جوست نشارك معاكم هكا طريقه متاع لازانيا بنينه على الاخر وسهله وخفيفه، وشاركتها معاكم في الانستغرام وعجبتكم، هذيك علاش قلت نعاود نشاركها معاكم لهنا على اليوتيوب. دونك لهنا حطيت كميه من البصل، كميه من الطماطم، كميه من الثوم وشويه هريسه شايحه، وباش نرحيهم الكل مع بعضهم حتى فين يندمجوا بالطريقه هذه الكلهم يترحاو مع بعضهم. دونك بالنسبه للرحيان هكا نرحي ونقص هكاكا باش تترحالي كلها، يعني البصل والطماطم وكل يترحاو مع بعضهم وما يقعدوا ليش هكا كيما نقولوا طروف كبار. لهنا باش نحطها مع اللحم مفروم، نحط معهم شويه زيت وباش نبدا نقلي فيهم على نار هاديه. باش نحط لهم لهنا مغرفه هريسه عربي، جاتني الهريسه العربي من تونس، فرحانه بها في كل حاسيله وفي كل ماكله نحط منها مغيرفه. لهنا حطيت كما تشوفوا شطير مغرفه هريسه عربي باش ما تبداش حاره على الصغار، وباش نبدا نخلط فيها نحركهم بالباهي. ندمج اللحم مع الخضرة اللي رحيتها هذيك الكل، وباش نشعل عليها الغاز ونخليها تبدا تتقلى هكا وتشكشك بالسياسه. كما تشوفوا هنا طرف بصل قعدت ما ترحاتش،
قعدت هكا نكسر فيها جوست هكا شويه بالمغرفه، وباش نبقى نحرك فيها حتى فين يندمجوا كلهم مع بعضهم ويبداو كما نقولوا نحن هكا يشكشكوا، تبدا تغلي واللحم هذاك يبدا يشكشك مع بقيه المكونات. لهنا بعد ما تشكشك والخضرة متاعي كما تشوفوا ذابت وخرجت الماء متاعها، باش نضيف لهنايا 3 مغارف طماطم معجونة ونحلهم بالباهي في وسط الصوص، باش نحط لهم شوية ملح شوية فلفل أكحل وشوية أوريغانو مع مغرفة كركم ونحركهم. وبالنسبة للماء نحطه دوب شوية ما منكثروش ونخليوها تشكشك في راحتها وتطيب حتى فين تقف على زيتها. اني خليت كل شيء كما هو. جي وقت المروح بالصغار من المكتب مشيت جبتهم من المكتب وجيت يا اخي بنتي خالتي ماما خليني نعمل اني لازانيا وانتي جيت تحطها في الفور. قلت لها اوكي. لهنا حضرت الفرماج رابي كما تشوفوا عندي لهنا ايمونتال وموتزاريلا مخلطين، الصوص كما شفتوها حاضرة، وكعبات اوراق لازانيا شريتهم حاضرين. باش ناخذوا لهنا جوست طريف من الصوص. اول حاجه نحطوها هكا من اللوطه باش تبدا هاو كاني لهنا نعاون فيها معناها نوري فيها كيفاش باش تعملوا ميم طون باش نزربوا شويه باش يعني على وقت الفطور وكل شيء. لهنا باش نحط اوراق اللازانيا لهنا بنتي ديجا قاعده تحط فيهم، ترصف فيهم كعبه ورا كعبه، ونخليكم مع بقيه الفيديو تشوفوا كيفاش تعمل فيها بالسياسه هكا كعبه ورا كعبه والطبقات مع بعضها. بعد ما عملت لهنا الطبقات الكل، اخر طبقة باش تحملها فروماج رابي، وقلت لها اني لهنا وفي يدك بالباهي في الفروماج رابي من الفوق، وباش ناخذ بابي كويسون ونحط ونبدا نضغط على اكل الفروماج هذاك باش يتماسك الكل في بعضه وباش يلصق مع الصوص وهكا وكعبات اللازانيا. وبعد شو نغطيهم بابي الومنيوم مع فوق البابي كويسون هذاك وندخلهم للفور على 180 درجة مدة ساعة من زمان هكاكا. وهذه هي اللازانيا متاعنا بعد ما حضرت وبعد ما طابت. بهكا نكون وصلت معاكم لآخر الفيديو. هكا حبيت نشارك معاكم يوم من يومياتي كيفاش نعدي الصبحية متاعي في الدار. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفرجة على الفيديو. اذا كان تحبوا انواع هكا من الفيديوهات قولولي وديما نشارك معاكم.